فاسكو فازيليف مايسترو تتويج الملك تشارلز الثالث. في الأمسية نفسها التي قاد فيها فاسكو فازيليف فرقة الأوركسترا في تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث، استقل عازف الكمان الموهوب الطائرة للقيام بجولة في بلغاريا، موطنه الأصلي وأفقر بلد في الاتحاد الأوروبي، بعيدا كل البعد عن أبعاد كنيسة ويستمنستر. كان المسرح في بلدة مونتانا في شمال غرب بلغاريا متداعيا وسيء الإضاءة، لكن الجمهور كان منبهرا بالأداء. وقال فازيليف ذو 52 عاما بالنسبة إلي كان من المهم جدا تقديم عروض في هذه البلدات، حيث لا تنظم الكثير من الحفلات الموسيقية، وحيث يكون الناس مستعدين لحرمان أنفسهم من شيء آخر لإنفاق المال على التذكرة. وأشار إلى أن الجمهور في هذه الحفلات المميزة جدا التي تباع تذاكرها بالكامل يكون ذو توقعات كبيرة، واصفا الحاضرين في هذه الأمسيات البلغارية بأنهم الأكثر أهمية بين جماهير حفلته المختلفة. وقال رجل الأعمال ميشو ستافروف ذو 64 عاما يعني الأداء المثير كان رائعا، أصبت بالقشعريرة. وصفت طالبة الاقتصاد إيفا ياناكيفا هذه الحفلة الموسيقية النادرة بأنها مبهرة. في هذا الجزء من بلغاريا، وهي أفقر بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، يعيش أكثر من 40% من سكان تحت خط الفقر، وهذا التناقض بين بلدي الأصلي وموطنه الثاني المملكة المتحدة هو تحديدا ما يحفز فازيليف. فبلغاريا لم تترك عقله أبدا. قبل 3 عقود عندما كان يبلغ 23 عاما فقط أصبح فازيليف أصغر قائد أوركسترا وأول مدير موسيقي في دار الأوبرا الملكية المرموقة بلندن. وأقر فازيليف المولود في بيت موسيقي، الأب عازف كمان وأم عازفة بيانو، بأنه لم يكن قادرا على اتخاذ قرار بشأن مهنته، موضحا كان لدي الخيار بين الكمان والبيانو. عندما أخبر بأنه عين مديرا لحفلات الموسيقية في تتويج الملك تشارلز الثالث شعر بالفخر كمواطن بريطاني مجنس. وصرح لوكالة فرانس بريس عن المراسم الملكية في 6 أيار مايو خلال مشاركته في هذا الحدث الذي لا يحصل إلا مرة أو مرتين فقط في 100 عام، أصبحنا جزءا لا يتجزأ من التاريخ.